القناة إلى بحرين يفزي. السلام عليكم، معكم بحرين يفزي. هاي اسم القناة، إن شاء الله عجبكم. واليوم راح نتكلم عن أهم النقاط اللي لازم تحققها في عالم الدبابات، سواء كنت في عالم الدبابات أو راح تدش عالم الدبابات. أول نقطة اللي لازم تعرفها اللي هي التكلفة. تكلفة الدباب راح تكون على حسب نوع دبابك. إذا كل ما زيد السي سي مالك التأمين راح يغلى. حجم التاير، إذا كان دبابك أضعف عرض التاير راح يقل، فعلى حسب يعني ساعات إن السعر راح ينزل مع عرض التاير. والشيء الثاني اللي راح تدفع فيه اللي هو السيرفس العادل، فلتر وأويل. والنقطة الثانية واللي هي توقعات الجو. ناس وايد يطلع عقب بيتفاجأ في الجو، يعني تشوف واحد يطلع بالدباب 10 ساعات يطلع يمر على الشباب وما يدري عقب الردة شنو راح يكون. فعلى ذي النقطة المفروض تنزل لك برنامج ينبهك. انا مسوي نفس الحركة، منزل لي برنامج اذا كان الهواء قوي، كان في مطر، كان في غبار وايد، يطلع لك في النوتيفيكيشن ان اليوم راح يكون الهواء قوي، يعني خصوصا الليل الصبح ساعات ينبهك متى بالضبط راح يكون الهواء قوي. فذي النقطة الثانية اللي هو تنزل لك برنامج حق ينبهك عن الجو. النقطة الثالثة اللي هي جومة الخوذة او جومة الهلمت، الفايزر. هو الفايزر اي نوعين، نوع اللي هو تنت اللي هو الاسود، ونوع كلير اللي هو شفاف. انت بتستعمل الكلير حق الليل واذا ما كانت الاضاءة قوية، وتقدر تستعمل الغامجة حق اذا كان الظهر والشمس قوية تستعمل الغامجة. فساعات تحس انه تتملل من كثر ما تبدل في الجامة. الصبح تركب لك غامجة، الليل تركب شفافة وتتملل يعني. فبعض الشركات حطوا لك بلت ان سن جلاس، اذا طلعت الظهر تنزلها لك من داخل، تنزل لك تشيلها اي وقت تبي. لان اذا طلعت بالشفافة الظهر وضعك اتوقع انه بيكون اهون ما انك تلبس غامجة وتطلع في الليل، لان الليل راح يكون يعني لا سمح الله اذا كان في حفرة ولا اي شيء صعب انك تشوفها، وعلى حسب درجة الرايبون مالك. فهذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة اللي هو الاحساس بالحركة. الاحساس بالحركة ان كل ما تكون عينك ارفع عن الارض ما راح تحس بالسرعة، صح؟ يعني مثلا في فرق بين انك تكون في سيارة كورتينج، بتكون نزل في الارض، كل ما يعني سرعتك ما راح تكون نفس اذا كنت في جيب. يعني تمشي 50 يعني اذا كنت تمشي 50 في الكورتينج راح تحس فيها انها اكثر من 50. واذا كنت تمشي جيب على 50 ما راح تحس انك قاعد تمشي بالاساس. واذا كنت طيارة مستحيل تحس انك تمشي، تحس انك واقف. فمن كذا اذا انت في الطيارة تمشي 700 كيلو متر في الساعة، انت عبالك تمشي 100-200 بس. النقطة اللي عقب واللي هي تسخين الكفر مالك، انك اذا بتطلع خصوصا الجو هالايام من الشتاء راح يكون الكفر مالك بارد. اذا الكفر بارد ما راح يتماسك معك عدل مثل ما هو كان ساخن، لانه هو في له درجة معينة يمسك احسن تماسك. واذا ارتفعت الحرارة عن المطلوب ما راح يمسك لك مثل ما هو ساخن طبيعي. واخر نقطة
ولا هي عدم الاكتفاء؟ عدم الاكتفاء شلون؟ انه لو كان عندك اي دباب في العالم، لو اقوى دباب في العالم، لو اقوى دباب في العالم ما راح تحس. يعني لو تشتري اقوى دباب، يوم ثاني بيخاطرك تطلع بتريل ولا اي نوع دباب ثاني، كروز، اي شيء. لان الانسان كذي طبعا، ما راح يعني يوم تبي يوم من الايام تطلع تغير دبابك، تطلع بدباب ثاني. فاكثر الناس شو يسوي؟ الا ياخذ له ريسنج، ولا لا ياخذ له فايتر، ولا اي شيء، ياخذ معاه سكوتر، ولا ياخذ له جروم اللي هو الهوندا 125 سي سي الصغيره، طقطقه. ساعات ما بيطلع بالريسنج، ساعات يطلع في ذي يغير جو يستانس فيه. وقت الويكند يبي شيء قوي وذي يطلع في الريسنج ماله او الكروز او اي شيء راح يكون عنده. فذيلا هم النقاط. اذا عجبك الموضوع عطنا لايك وسبسكرايب، وشكرا على تعليقاتكم الحلوة.